يعني تم توجيهها في أخذ كل الاحتياطات ويعني الرفع من اليقظة والحذر. لكن كما نقولوا وقت اللي عندنا تقريب مئات يعني من المواقع المحافظ عليها، ربما يعني احنا خاطر ما نتحدثوش عن الحالات نتاع النجاعة دائما وابدا. هذا مثل ما تعرض لذلك السيد وزير الداخلية، كونه بالنسبة للجيش الوطني وبالنسبة لقوات الأمن الداخلي راهو عمل دؤوب، عمل يومي، والعديد ربما لو لم نتصدى لذلك لكانت ربما معناها الحالات ولا الوضعيات هذه العدد نتاعها قد يكون أكبر فأكبر. لكن يعني لا يمنع اللي باش تكون فما استثناءات، فما حالة نتاع إنسان اللي هو متواجد على خاطر الفرق. هو شنو الفرق؟ في الاستراتيجية تغيرت. الاستراتيجية من الأول اللي كنا يعني في حصار في طوق، وكانت بالنسبة للجيش الوطني كانت أسهل. الوضع اليوم التواجد في العديد من المواقع الجبلية، هذا يعطي كونه في نهاية الأمر فما إمكانية للتعرض واستهداف هذه الوحدات. طبعا ربما ساعات تخف في وقت ما معناها أكل يقظة هذيك، وهنا تقع ربما معناها الخسائر وتقع الضربة. في نهاية المطاف بالنسبة لنا نحن هالاستثناء هذايا باش نفتحوا بحث فيه ونشوفوا معناها تحديد المسؤوليات، وسوف يتم اتخاذ قرارات إن كان ثبت هناك تقصير. تواطؤ، ثم إمكانية تواطؤ؟ ما عندناش أي معلومات في اللحظة هذه يعني على أي يعني تعامل أو تواطؤ، وما أؤكده إن ثبت ذلك أو توفرت معطيات سوف نمدكم بها ومانيش مخبي واحد شيء. روضة الورتيني، سؤالي إلى السيد وزير الداخلية لطفي بن جدو. قلتم أنكم أحبطتم 6 عمليات إرهابية، ما الدليل في ذلك؟ ما البرهان؟ ولماذا لا يكون مع اسناد هذه العمليات الارهابيه المحبطه للشعب التونسي كما هو عمليات ارهابيه يعني لم تحبط؟ لثلاثه اسباب. السبب الاول انه نضرب السياحه، السبب الثاني انه نضرب الاستثمار، السبب الثالث انه نبه علينا الساده قضاة التحقيق بعدم الخوض في تفاصيل قضايا جاريه. الدليل كلها قضايا تحقيقيه، 6 عمليات كلها موضوع قضايا تحقيقية تعهد بها القضاء، وبالتالي سنمدكم أن أذن للقضاء بدقائق هذه العمليات. هي عمليات موجودة والموقوفين موجودين في السجن المدني ولا غبار عليها، وفيها قضايا تحقيقية فتحت، وحتى السادة المحامين ينوبوا فيها ينجموا يعطوكم معناها بسطة كافية عن هذه القضايا. شكرا. سؤالي إلى السيد غادي الجريبي. قلت تحدثتم عن الاستراتيجية. أنا شخصيا لم أرى استراتيجية تغيرت ولم توضع خريطة طريق جديدة تغير نمط النسق الذي تتخذونهم في حماية جنودنا بجبل الشعابي والشعب التونسي ككل. نفس العملية التي صارت في رمضان الفارط بالأمس، نفس العملية تقريبا في نفس التوقيت قبل يعني في الإفطار. كيف ما هي الخطة؟ يعني شاسع. لماذا؟ لأنه العملية الفارطة كان جبل الشعابي لم يكن تحت السيطرة، وهو موقع اللي يتم الانطلاق منه. وتعرفوا في بعض الدول وقت اللي نسمحوا اللي باش تكون رقعة ولو صغيرة خارج السيطرة، لكن الرقعة هذيك تبدأ تكبر بشوية بشوية، ونتكلموا من بعد على إمارة، ومن بعد نتكلموا على دولة، ومن بعد نتكلموا على حاجات أخرى. وبالتالي من ناحية الاستراتيجية كونه هذا يعني أمر اللي هو غير مسموح به. وهذا في الوقت السابق كان هناك طوق، لكن جبل الشعابي لم يكن تحت السيطرة وتحت السيادة نتاع الدولة. العمليه اللي وقعت السنه الفارطه ما تنساوش اللي كونوا عندنا يعني مركز نتاع اتصالات نتاع التلفزه ونتاع الاذاعه يعني في اعلى الجبل، وكان هناك بالنسبه ضروره للتموين، وكونه فما تقريبا 9 كيلومتر من سفح الجبل الى اعلى نقطه في الجبل اللي باش نخلطوا فيها لي زونتين. وبالتالي العملية اللي استهدفت يعني جنودنا الأبطال والشهداء كانت في نطاق العملية هذه متاع يعني مد
تقنيين جديدة معناها ما فماش يعني احتلال نتاع منطقه. هذا علاش قلنا الاستراتيجيه راهي تغيرت، وفي تغيير الاستراتيجيه اون سيكسبوز. تغيير الاستراتيجيه اللي كونه هذا في نهايه الامر كما قلنا فما خيار، اما تخلي نقطه دون الخضوع، دون ان تكون خاضعه للسياده، اذا كان نقبلوا بهذا باش تكون خسائر طبعا اقل، والا استراتيجيه وتغيير المنطق هذايا ونقولوا لا السياده التونسيه لا تقبل معناها بان تكون رقعه. كما قلت الخطر راهي اثبتت التجارب ونشوفوا معناها ما هو واقع في الشرق، تبدا رقعه صغيره جغرافيا ومن بعد تكبر. نقولوا لو سمحنا يعني باحتلال جبل الشعامبي راهي غدوه باش تكبر والرقعه هذيك، ومن بعد يصعب جدا ان تمركزوا وحطوا فيها معناها اسلحه من طراز اخر. انا شفنا النقله النوعيه في الاسلحه هذه، هذاك علاش قلنا الاستراتيجيه. النقطه الثانيه اللي هي هامه جدا، كما قلنا وقت اللي قلت منذ حين اللي كونه راهو بالنسبه للشعب التونسي وبالنسبه للقوات المسلحه التعاطي مع هذه الظاهره هي ظاهره حديثه، وبالتالي باش نكونوا احنا اليوم فما لابد من تغيير الوسائل في التعامل مع هذه. اليوم هم طوروا التقنيات نتاعهم، طوروا الوسائل نتاعهم، وبالتالي احنا عندنا برنامج يعني اللي هو بدا الحقيقه اللي كونه اليوم فما تغيير في الوسائل كذلك، ولابد ان نتاقلم مع هذا الوضع ونستعمل وسائل يعني حربيه جديده، خاصه زاد مش حربيه فقط، وسائل معناها بالنسبه للاليات، لكن على مستوى يعني الاستعلامات وعلى مستوى الاستخبارات. وقمنا في منذ يعني أسابيع بتغييرات حتى داخلية بالنسبة للإدارة العامة للأمن العسكري وإحداث إدارات جديدة للتعاطي مع هذا الواقع الجديد. سهام عمار مراسلة جوهرة اف ام. باش نبدا سؤالي ويسمحوا لي زملائي بالتعقيب على ملاحظتك الاخرى سيد وزير الدفاع. الظاهره هذه ماهيش جديده علينا وشفناها في العهد السابق، وكان فما سرعه ونجاعه اكثر في التعاطي مع الظاهره هذه. بالنسبه ايضا الاداء المؤسستين العسكريه والامنيه، نحب نسالكم علاش فما اختلاف في التعاطي مع حدودنا على مستوى الحدود مع ليبيا اللي تعتبر خط نار وسلاح داخل بصفه غريبه، والوضع غير مستقر في ليبيا. علاش فما نوع من السيطره التامه على حدودنا مع ليبيا مقارنه المنطقة العسكرية الشعامبي؟ سؤال عن المخطوفين، يعني شنو فما أخبار جديدة عليهم؟ وسؤال ما مدى صحة تصريح مؤسسة الدفاع اللي أعلنت منذ يومين عن تحفظها عن مواجهة الإرهاب داخل المدن؟ إن كانت صحيحة المعلومة لماذا؟ وبالنسبة لوزير الداخلية، السنة الفارطة هي فرصة يعني عملية غير عادية ولازم برشا استفسارات، سامحوني. بالنسبة لوزير الداخلية السنة الفارطة خاطر نكملوا نجاوبوك، خاطر طويل الأسئلة، خاطر احنا بينا في الأجوبة راهو ما عادش باش نلقاو. شوف بالنسبة للتموقع، احنا كل المعطيات المتوفرة تبين ان الأسلحة هذه راهي جاية من خارج هذه المنطقة، اللي عربية الوطن. هذا بالنسبة لهذه النقطة. ما نعرفش شنو السؤال الآخر، طولت برشا. سيد الوزير، ليبيا والجزائر، علاش ليبيا؟ بالنسبة للحدود الغربية والحدود الشرقية، هو بالنسبة للمنطقة وطبيعة المنطقة الغربية بالجبال وبالغابات،
هي طبعا باش تكون معناها اصعب، خاطر توا انسان ما يتخيلش شنو اللي موجود معناها على عين المكان بالنسبه للجبال، بالنسبه للوديان، بالنسبه اللي هي تعد بالمئات. طبيعة المنطقة تختلف كثيرا عن حدودنا الشرقية. حدودنا الشرقية يعني في مساحات عديدة فيها صحراء، يعني حتى الرؤية على كيلومترات يمكن معناها النظر فيها. هذا طبيعة المنطقة هي تختلف، راهو بالنسبة كذلك يعني للتصدي وبالنسبة للأحكام السيطرة عليها في كل معناها دول العالم وفي كل المناطق. طبيعة الميدان هي اللي تحكم كذلك النجاعة في التصدي لذلك. سيد الوزير، مازلت ما عندناش معطيات، وقت اللي توفر نمدكم بهم. هناك حديث عن بخليفة قناة الزيتونة، هناك يعني حديث عن قدرات كبيرة على مستوى التدريب للعناصر الإرهابية، قدرات كبيرة على مستوى التمويل، قدرات كبيرة على مستوى التدريب ومستوى التمويل ومستوى اللوجستيك. هل هناك أطراف خارجية ربما كمعطى أو كافتراض لها دور فيما يجري من عمليات إرهابية يعني في بلادنا؟ وهل هناك نية لتعمير المنطقة ديموغرافيا من الناحية الثانية، ثم تأهيل يعني المنطقة من الناحية الديموغرافية؟ ثم سمعنا أن هناك يعني نقل لمصابين من القصرين إلى العاصمة. لماذا لا يقع تأهيل المنطقة من الناحية الطبية ومن جميع نواحي تحتاجها جنودنا وأمننا هناك؟ باهي، حبيت نقول منذ حين حتى لو كان وقعت معناها عملية سابقا أو عمليتين، فما فرق. هي ما فماش أي دولة في العالم هي بمنأى عن العمليات الإرهابية. نأكدوا هذا، ما فماش دولة بمنأى، والعمليات وقعت في البلدان، في كل البلدان معناها، في شمال أوروبا، في الغرب، في كل القارات فما. لكن نفرق بين عمليات يعني اللي هي تقع مرة في 20 سنة والعمليات وقت اللي تولي ظاهرة. هذا قلنا غير مسبوق اليوم، على خاطر فما مخطط إقليمي، والوضع الإقليمي اليوم غير الوضع الإقليمي معناها في الفترة السابقة. هذا معناها في